يا مساء الحلويات والمخبوزات القمر، هو الشتا إيه بقى غير شوية مخبوزات كده وحبة شاي بلبن وبألف هنا وشفا لكل اللي يجرب وصفتنا النهارده هنعمل مخبوزات على شكل وردة شكلها جديد وطعمها خطير كالعادة، وبصوا من جوه عاملة ازاي بجد خطيرة. نفطر بقى بيها جنب كوباية شاي بلبن أو نتعشى. اعملوا لي بقى لايك كتير للفيديو ده ويلا بينا ندخل على المقادير وطريقة التحضير. بسم الله. أول حاجة كده معايا كوباية من المية الدافية، معلقة كبيرة من الخميرة، معلقة كبيرة من السكر، ومعايا نص كيلو من الدقيق. هناخد منه 3 معالق كبار ونقلبهم، ودي كده التخميرة الأولانية هسيبها حوالي ربع ساعة لحد ما تختمر كده. وبعد كده أزود عليها الدقيق زي ما انتوا شايفين بالشكل ده، رشة من الملح، معلقة صغيرة من البيكنج باودر، ربع كوباية من الزيت، ومعلقة كبيرة من السمنة، ودي هتدسمها كده وتديها طعم حلو. أظن العجينة اقتصادية جدا ما فيهاش أي حاجة كبيرة أو صعبة. تمام. طبعا مش شرط عجانة خالص، أنا بعجنها كده كويس جدا. مش ممكن لو ما عندكيش عجانة هتعجنيها على إيدك مدة ما تقلش عن 5 دقايق لحد ما العجينة تبقى طرية وناعمة ومش بتلزق في إيدينا. على طول بقى بيطلع شكلها بالشكل ده زي ما انتوا شايفين. بغطيها واسيبها تخمر حوالي نص ساعة ساعة إلا ربع. أول ما يتضاعف حجمها بالشكل ده باخدها كده أنزل بيها على الرخامة وابتدي أقطعها. طب انتي هتقطعيها قد إيه يا سهير؟ أنا هقطعها ل10 كور. تمام. حباهم يبقوا 12 جميل. أنا دايمًا باقطّع نُص كيلو دقيق ل12 كورة وبيبقوا حلوين جدًا على فكرة يعني. تمام. يعني أنتِ بعد كده مع الخبرة إيدِك هتاخد على التقطيعة وهتعرفي تضبّطي معاكِ الدنيا. هاكوّرهم بالشكل ده وشايفين العجينة قد إيه طرية. مش شرط العجينة يكون فيها لبن وزبادي وزبدة عشان تطلع معانا حلوة، لأ مش شرط خالص. العجينة ممكن تكون اقتصادية زي ما أنتم شايفين وتطلع معانا قمر كده. جبت بقى كورة فردتها بالشكل ده وبططتها زي ما انتم شايفين. تقدري تعمليها بالنشابة لو حابة. بعد كده جبت قطاعة أو سكينة وبدأت أقطعها 4 تربع بالشكل ده. أنا هحشيها جبنة مثلثات، لو حابة تحشيها أي نوع جبنة تاني ينفع جدا. حطيت بقى القطعة في النص وبصوا بدأت آخد الطرف وأقفّل عليه الصورة شارحة نفسها، يعني زي ما أنتم شايفين كل واحدة باخدها لازم آخد اللي قصادها على طول، وآخر واحدة بانزّل الطرف تحت وأفتح بإيدي كده من فوق عشان أبيّن شكل الوردة. بُصّوا شكلها جميل إزاي. عشان أكمّل بقى الشكل هاحط حتّة فلفل كده من فوق عشان تدّيها شكل حلو. تقدري تحطّي زيتون، تقدري تحطّي أي حاجة أنتِ حاباها، وممكن ما تحطّيش حاجة خالص. وعلى فكرة ينفع كمان تتحشى حلو. دايمًا بتسألوني السؤال ده: يا سهير طَب أنا ينفع أحشيها حلو؟ ينفع أحشيها حلو. الحادق ينفع يبقى يتحشى حلو، والحلو ينفع يتحشى حادق عادي ما فيش مشكلة. إحنا مش مكتّرين سُكّر في العجينة. باخد واحدة زي ما أنتم شايفين بالشكل ده وأبططها، بس ما تكونش رفيّعة، يعني خلّي التبطيطة بتاعتِك بسيطة عشان عايزين يكون ليها سُمك. وبنقطع 4 تربع بالشكل ده. طبعًا أنتم عارفين في الإعادة إفادة. وأحط بقى قطعة الجبنة زي ما أنتم شايفين وابتدي آخد الطرف كده وأقفّل عليها وآخد اللي في وشّها على طول، وأقفّل الناحية التانية، وكل واحدة باخدها آخد اللي قصادها على طول، وآخر واحدة بانزّلها من تحت وأحاول أفتح بإيدي كده الوردة من فوق عشان شكلها يبان. واحط بقى قطعة الفلفل وبس كده. باحطها على صينية مدهونة بالزيت أو عليها ورقة زبدة، وأنتم عارفين إن أنا باحب أدهن ورقة الزبدة. باحب دايمًا أبقى في المضمون عشان ما تلزقش معايا. باغطيها بفوطة مطبخ نضيفة وباسيبها حوالي كده 10 دقايق تختمر. في الوقت ده باشغّل الفرن على درجة حرارة عالية 200، 220. وجبت هنا شوية حليب ونسكافيه دهنت الوش بالشكل ده. لو حابة ترشي بقى سمسم أو حبة البركة رشي، مش حابة خلاص. أنا عن نفسي اكتفيت كده بإن أنا أدهنها بس. دخلتها بقى الفرن على درجة حرارة 200 في الرف الوسطاني من تحت بس. أول ما تستوي من تحت باشغّل لها الشواية تاخد لون من فوق وبس كده. أول ما بتخرج من الفرن باغطيها بفوطة مطبخ نضيفة واسيبها 5 دقايق كده عشان يتكتم البخار فيها وتطرى وتبقى زي ما أنتم شايفين بالشكل ده. بصوا عاملة إزاي. شكلها بجد حلو جدًا يفتح النِفس، والعجينة أصلًا طرية جدًا، جدًا، وريحتها قالبة البيت. بُصّوا الجمال والطعامة. يالّا حضّروها بقى وبألف هنا وشفا وبس كده.